وحشتوني يا جماعة، بقالي كتير قوي ما عملتلكوش توتوريال على يوتيوب، بما ان كتير منكم طلب ان انا اعمل فيديو عن التطريز بالخرز، فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل عشان احنا قربنا نوصل ل50,000. وخلوني اقول لكم ان اكتر حاجة هتحتاجوها في شغل التطريز بالخرز هي الابر، لان احنا بنشتغل بابر رفيعة قوي، ففي الغالب واحنا بنشتغل لو اتعافينا على الإبرة شوية بتتكسر، فخلوا دايما عندكم سبير من الإبر كفاية علشان وانتوا بتشتغلوا البروجكت بتاعكم ميقفش على إبرة. طيب دي الأدوات اللي احنا هنحتاجها علشان نبتدي نتعلم التطريز. أول حاجة هي طارة التطريز، ودي بنجيبها أي مقاس حسب البروجكت بتاعنا هيكون مقاسه قد ايه. وطبعا قماش، أنا بحب أتدرب قوي على القماش خامة البافتة لأنه بيكون أسهل في الشد على الطارة وفي نفس الوقت بيكون خفيف. وطبعا إبرة وخيط، والإبرة دي مقاس 11، ممكن تجيبوها بالكارت اللي أنا وريتهولكوا في أول الفيديو أو زي دول ده شكله. وطبعا محتاجين مقص وقلم علشان نرسم بيه على القماش. القلم ده اسمه كيب كلين ستار، ده بيتمسح بالمية، وفي أقلام تانية بتكون حرارية بتتمسح بالمكوى. وطبعا محتاجين خرز، الخرز ده اسمه خرج نجف، بيكون زي الإزاز كده وفي نفس الوقت لمعته قوية. تجيبوا بقى الحاجة دي كلها منين والتفاصيل والأسعار وكل الكلام ده هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبتدي. طيب أول حاجة هنعملها إن احنا هنبتدي نفتح الطارة بتاعتنا من هنا. البكرة دي كده بنبتدي نحركها كده لحد ما توسع وتتفك معانا بالشكل ده. بعدين بنجيب القماش بتاعنا ونحطه مكان ما هنشتغل بالشكل ده كده، وبناخد الجزء ده نحطه فوق الجزء التاني كده ونضغط عليه. وبعدين بنبتدي نقفل الجزء ده، نمسك الصامولة دي كده ونبتدي نقفل كده. أهم حاجة نعملها إن احنا نفضل نشد القماش بالشكل ده كده، وبعدين نرجع نقفل تاني علشان بس نتأكد إن كل حاجة مشدودة كويس قوي، وإن مفيش أي فراغات أو كلاكيع طالعة زي كده، وفي نفس الوقت القماش يكون مفرود معانا على الآخر. يعني أتأكد إزاي إن أنا شادة القماش كويس قوي؟ هطبل عليه كده، مش عارفة الصوت طالع لكم ولا لأ، ألاقيه بيطلع صوت زي صوت الطبلة كده، فمعنى كده إن أنا شديت القماش بشكل كويس وإن مفيش هواء أو كلكعة أو أي حاجة. الخطوة بقى اللي بعد كده هي إني هجيب القلم بتاعي وابتدي أفتحه وأرسم أي رسمة أنا عايزاها على الطورة. أنا هرسم رسمة بسيطة كده، مش حاجة كبيرة، علشان أوريكم بس إزاي بتشتغلوا. هي كل الفكرة ان احنا بنرسم اي رسمة احنا عايزينها كاوتلاين زي كده، وبعدين بنبتدي نمشي عليها بالإبرة. هوريكم دلوقتي ازاي بنشتغلها. بنجيب الإبرة بتاعتنا وندخل فيها الخيط بالشكل ده ونربطه كويس قوي من الآخر. بعدين نيجي من تحت وعلى الخط بالظبط هنبتدي نطلع الإبرة كده. بعدين هناخد خرزة ونبتدي ان احنا ندخلها في الإبرة بالشكل ده كده. بعدين جنب الخرزة بالظبط، يعني الخرزة هتبقى على الخط كده وجنبها بالظبط هنبتدي ندخل الإبرة جوه تاني ونشدها من تحت كده، فالخرزة بقى شكلها كده على القماش. بعدين علشان نبتدي نعمل خرزة تانية جنبها هنطلع الإبرة من جنب الخرزة بس الناحية التانية اهو بالشكل ده كده. بعدين هندخلها تاني في الخرزة ونشد كويس الخيط كده. بعدين هناخد خرزتين هندخل الاتنين في الإبرة بالشكل ده كده وننزلهم لتحت خالص، وبنفس الطريقة هنحط الخرزتين على الخط كده، وبعدين ننزل بالإبرة بتبقى تحت الخرزة الأولانية دي، يعني
أول الخرزة دي بننزل بالإبرة تحتها كده بالظبط. بعدين الخرزة الأولى اللي هي دي بنطلع الإبرة من تحتها على الخط برضو، وبعدين نبتدي ندخل في أول خرزة تاني كده ونشد الخيط كويس، فالخرز بيترص جنب بعضه بالشكل ده كده. وبنفضل بقى نكمل على الخط بتاعنا بنفس الطريقة، ناخد خرزتين ندخلهم في الإبرة وننزلهم لتحت خالص فيرتكزوا على الخط كده. بعدين ندخل الإبرة من تحت الخرزة بالظبط ونشد الإبرة، ولازم نبقى ماشيين على الخط عشان شغلنا يطلع ايه مظبوط. هنطلع الإبرة من ورا الخرزة، بعدين ندخلها فيها تاني ونشد كويس، ونفضل نكمل لحد ما نخلص الشكل كله. طيب كده انا وصلت لاخر خطوة، حطيت كذا خرزة لان هي هتلف مع بعضها كده، ودخلت برضو الابرة وطلعت بنفس الطريقة، وبعدين دخلتها تاني في اول خرزة بنفس الطريقة برضو، وهدخل الابرة في القماش تاني عشان اقفل بقى من ورا. ببتدي ان انا الف الشكل بتاعي بالشكل ده كده، وهبتدي على الخط بالظبط ادخل الابرة بالشكل ده كذا مرة حوالين بعضها كده. بتبقى الخياطة جنب بعضها بالظبط علشان ما يبقاش شكلها مش حلو او مش مظبوط. بفضل ادخلها كذا مرة كده لحد ما اتأكد ان خلاص مفيش حاجة هتفك، وفي نفس الوقت الخياطة بتاعتي شكلها نظيف. وهجيب المقص وهقص الخيط على الاخر كده، وبس كده. ممكن بقى تعملوا اي شكل او اي رسمة انتوا رسمتوها على القماش بتاعكم كاوتلاين بالطريقة دي، ان انتوا بس بتمشوا على الخطوط اللي انتوا رسمينها. وطبعا مش محتاجة اقول لكم ان لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتس عايزين نعمل فيديوهات ايه الفترة الجاية. انا الفترة دي حابة ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر عن التطريز بالخرز، فاكتبوا لي حابين ايه الاشكال اللي احنا نعملها سوا. وشكرا من كل قلبي لكل حد شاف الفيديو وعمل لايك وسبسكرايب علشان يدعمني، واشوفكم على خير في فيديو جديد.